أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض كيكة التمر بطعم روعة. كيكة غنية جدا ومفيدة، والجميل بقى إنها اقتصادية جدا جدا. النهاردة هنحضرها بدون بيض، بدون زبدة، بدون سكر، بدون حليب، يعني بشوية دقيق وشوية تمر، وهيبقى عندنا أحلى كيكة بمكونات بسيطة متوفرة عندنا في البيت، هتخلي طعمها مميز جدا. وريحتها بقى وهي في الفرن، ريحة التمر حكاية، جايب من آخر البيت. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين الجمال؟ شايفين التمر من جوه الكيكة عامل إزاي؟ حكاية. 10 دقايق ربع ساعة وهتكوني بتخبزيها وتطلع لك تاكليها بألف هنا وشفا. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تمام. انا هنا حبيت اقطع منها حته كده واكلها معاكم عشان اوريكم قد ايه هي جميله، وطعمها اكنها معموله بزبده واكنها معموله ببيض بصراحه. ما شاء الله فيها بركه وجميله جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين الجمال؟ يلا بينا نعرف عملناها ازاي. عندنا هنا كوباية ونص من التمر الطري. تمام. كوباية هناخدها على النار، والنص كوباية هنحط التمر في الكيك بعد ما يخلص. هوريكم دلوقتي ازاي. وعندنا نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وعلبة زبادي، وكوبايتين دقيق، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والكوباية اللي هنحضر بيها هنشتغل بيها بكل المقادير. وهنا كوباية الا ربع من الزيت، وكوباية مية اللي هي هنحطها على التمر وهو على النار. تمام. بس مش محتاجين حاجة تاني اكتر من كده. هي دي المكونات اللي احنا محتاجينها بس. في حلة بقى على النار هنحط كوباية المية اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي دي، وهنحط كوباية قدها من التمر. هيتفضل نص كوباية. النص كوباية ده احنا هنحطه على الكيكة بعد ما نخلصها خالص قبل ما تخش الفرن. تمام. وهنسيب المية والتمر لحد ما يغلوا علشان يطرى شوية، يدينا طعم سلس شوية واحنا بناكل. وبعدين هنبتدي نحط البيكنج صودا. شايفين الفوران اللي بتعمله ده؟ هي فايدتها ان هي بتطريه قوي، بتخليه طعمه كمان حلو جدا. هي مش بتدي طعم بس بتطريه جدا، بتخلي طعمه حلو في الاكل، يعني فاهميني؟ بس اول ما يوصل بقى للمرحلة دي هنطفي عليه ونخليه على جنب. ونبتدي بقى ايه نحضر للصينيه اللي هنعمل فيها الكيكه. اي صينيه عندك ممكن تقدري تعملي فيها مقدار مثلا صينيه ممكن تكون 18 20. تمام. في بوله بقى كبيره كده هنحط كوبايه الا ربع من الزيت، وعليها علبه الزبادي، ونقلبها كويس قوي 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 لحد ما يمتزجوا ببعض زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعدين هنحط الدقيق ومعلقه البيكنج باودر ونقلب حلو قوي. وبعدين نحط التمر اللي احنا حطيناه على النار مع المية مع البيكنج صودا. هو بيكون طعمه بقى كده بقى، يعني عارفين دايب كده في بعضه، بيبقى طعمه تحفة. والكيكة النهاردة مش محتاجة سكر لان التمر اللي احنا مختارينه ده مسكر قوي، وهناكلها كده مع كوباية شاي، فمش محتاجين سكر خالص. الناس بقى اللي حابة سكر ممكن تحط سكر او ترش سكر على الوش. وهنقلب كل المكونات الحلوة دي كلها مع بعض لحد ما نوصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. هي مش محتاجة مضرب خالص، هو كله بالسباتيولا او بالمضرب اليدوي عادي جدا. تمام. وهنبطن الصينية بالزبدة او بالسمنة وبالدقيق زي ما انتوا شايفين كده، طبعا كلنا عارفين. وبعد كده هننزل الخليط ده كله في الصينية. مش شرط صينية زي اللي أنا عاملة فيها دي، ممكن صينية انجلش كيك ممكن تنفع، اللي هي الصينية الطويلة ديت. أو ممكن صينية عادية خالص ممكن تنفع برضو. لو حابينها رفيعة يبقى مثلا هتعملوها صينية مقاس 22. لو حابينها تكون مرتفعة شوية مثلا هتبقى 18 أو 20. هنا النص كوبايه بتاعه التمر اللي انا قلت لكم هنحطها على الكيكه قبل ما تخش الفرن. بنحطها كده على الوش ونبتدي ندخلها لجوه الكيكه شويه صغيرين علشان تدينا الشكل اللي احنا شفناه في الاول دوت. تمام. وبعد ما نخلص وندخل التمر كله جوه الكيكه، هندخلها على فرن يكون مولعينه من واحنا بنشتغل في الكيكه لمده مثلا نص ساعه، ما نفتحش عليها قبل كده. وطبعا كل واحد وعلى حسب الفرن بتاعه. بس كده، وادي الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن في منتهى الجمال. وريحتها مش قادره اقول لكم على جمالها. ريحه التمر بجد خلت البيت كله ريحته في منتهى الجمال.
هنا بقى أنا سِبتها تهدى خالص، ما ينفعش إن إحنا نقلبها من غير ما تهدى، لازم تهدى خالص تبرد، وبعدين نبتدي نقلبها على طبق كبير. هنا أهو أنا باحاول أقلبها، أنتم عارفين الوقت ده بتبقى لحظات يعني كده إيه مش قادرة أقول لكم، لازم نمسك نفسنا فيها كده ونخلّي بالنا، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيدينا وتتقلب بشكل حلو. تمام؟ أنا كده تقعدوا بقى تخبّطوا عليها كده وتهزوها كده وتطيّبوا بخاطرها على قد ما تقدروا عشان تنزل يبقى شكلها حلو. إن شاء الله تطلع معاكم أحلى من دي كمان، بس بجد، بجد وصفة رائعة بجد، وطعمها في منتهى الجمال، وشكلها بقى مش قادرة أقول لكم لمّا بتتحط في قالب حاجات من الوردة أو الكلام ده، بيبقى شكلها جميل جدًا لو جاي لِك ضيوف أو حاجة، مش محتاجة صوص أصلًا تتحط على الوش، لإن هي لوحدها حكاية. شايفين الجمال؟ أنا باحب كده لمّا تطلع حاجة حلوة أقعد أهزر معاها كده وألعبها. شايفين الجمال؟ شايفين؟ روعة والله العظيم ما شاء الله، ما شاء الله. إن شاء الله لمّا تجربوها هتعجبكم جدًا، وريحتها جميلة أوي، أوي، ريحة التمر يمكن عشان أنا كمان باحب التمر أوي، فمبسوطة أوي بالنتيجة. شايفين من جوّه عاملة إزاي؟ التمر اللي إحنا حطيناه جواها مخلّي طعمها وشكلها بصراحة حكاية. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم، ومع ألف سلامة.